اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين. النهاردة هنعمل ماسك حلو قوي، أقوى ماسك لشد البشرة وإزالة التجاعيد. ماسك اللي هو بياض البيض. شايفين بياض البيض ده؟ بياض البيض للبشرة الدهنية. معايا بياض بيضة، وطبعا الصفار بتحتفظي بيه برضو، ممكن تعملوه بماسك لفرد الشعر حلو قوي. معايا هنا بياض بيضة، هجيب نص ليمونة بس، هتعصري عليها نص ليمونة. عاوزة اقولك ان الماسك ده بيفتح البشرة، بيشد الوجه، بيشيل الخطوط التعبيرية اللي بتبقى في بشرتك، اللي فوق بقك، اللي تحت عينيكي، اللي جنب المناخير كده. حلوة قوي قوي، بيشد بشرتك بطريقة رهيبة. معايا نص ليمونة زي ما انتوا شايفين، بس نص ليمونة. لو هي ناشفة اعملوا ليمونة كاملة، لو هي فيها مية زي ديت هتعملوا نص بس. بتعصري النص الليمونة زي ما انت شايفة كده، بعصرت الليمون او بايديكي زي ما انت عاوزة. بعد كده بتقلبيه كويس قوي قوي. انا عايزاه يمتزج الاتنين في بعضهم كده لحد ما يبقوا لونه ابيض، ولحد ما تحسي ان البياض بتاع البيضة اتفتت. طبعا بياض البيضة لو نزلت عليه باي سوائل بيتفتت مع التقليب. بعد كده بتغسلي وشك بمية باردة، سواء بالغسول اللي انت متعودة عليه او بالصابونة الطبية او بالصابونة العادية. بتحط الماسك ده على بشرتك 20 دقيقة. لو ما عندكيش فرشة عشان تحط الماسك ده، هاتي قطنة كده واعمليها كرة صغيرة وتبليها وتحط على بشرتك. بعد كده بتغسلي بشرتك بمية دافية او مية باردة زي ما انتي عاوزة، متاح لكي الاتنين. بعد كده بتدهني كريم ترطيب لبشرتك. الماسك ده يعني عاوزه اقول لكم ان بياض البيض ده ماسك رهيب جدا جدا، بيسد المسام الواسعه، بيشد البشره، بيشد التجاعيد الموجوده في البشره، بيعمل ترطيب ونضاره وتفتيح، بيكافح التجاعيد اللي موجودة، بيخلصك من الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء، بيقشر البشرة بطريقة رهيبة. الماسك بياض البيض ده للبشرة الدهنية اكتر افادة من الصفار البيض. بيقلل من الزيوت اللي موجودة في بشرتك، اللي هي طبعا البشرة الدهنية بيبقى كلها زيوت. بيحارب حب الشباب، وبيعالج الرؤوس السوداء والبيضاء، بيقلل من الانتفاخات اللي بتكون تحت العين، بيشيل الترهلات اللي في البشرة، بيشد البشرة، بيقلل المسام الكبيرة، بيضيقها، بيشيل حب الشباب، بيزيد من مرونة الجلد، بيعالج التجاعيد، بيحارب الخطوط الرفيعة، بيقضي على علامات الشيخوخة، بيزيل الجلد الميت. من اهم الماسكات لانه ماسك معروف، ماسك شد للبشرة كويس جدا جدا. كل مرة اعمليه، يعني كل اسبوع اعمليه مرة. من احسن الماسكات اللي بتحمي بشرتك، اللي ممكن تستخدميها على بشرتك، بتخلي بشرتك صحية خالية من اي عيوب، بتخلي بشرتك زي الازاز، بتشيل الخطوط اللي حوالين الجبهة وتحت العين. جميل جدا جدا جدا. بتعمل تفتيح اقوى من البوتوكس. ده بوتوكس طبيعي، بدل ما بتعمليه بره ده طبيعي. وصفة جميلة جدا جدا، بتفتح البشرة، بتدي نعومة للبشرة، رهيبة جدا جدا. يعني من اجمل الماسكات للبشرة، يعني بالظبط كده كأنك بتعملي بوتوكس في البيت. بتشد البشرة، الخطوط التعبيرية دي اللي بتبقى نتيجة مثلا ان انت الواحدة بترفع جبينها كده لما بتيجي تتكلم، بيبقى فيه خطوط كده موجودة، بيشيلها تماما وبيقضي عليها، وبيقضي على الرؤوس السوداء والبيضة، وبيساهم وبيساعد في زيادة نعومة البشرة. بعمل تقليل للمسام الكبيرة، ترطيب حلو قوي للبشرة الجافة، بعمل تقشير، بعمل نضارة، بيقلل من حب الشباب. لو تعرفوا فوائده والله ما هتسيبوه، هتعملوه كل يوم. بعمل تصغير للمسام، بشد البشرة، بيشيل الزيوت اللي موجودة في بشرتك،
حلوة قوي قوي. الماسك ده جميل جدا جدا، بيفتح البشرة، واهم حاجة في الماسك ده ان بيشد الخطوط اللي في الوجه. بتحطيه على بشرتك، بتسيبيه 15-20 دقيقة، انت بتحس اصلا ان بشرتك دي زي الطبلة مشدودة، عارفة كأنك شد حاجة قوي قوي. بعد كده بتروحي تغسليه وبتدهنيه باي كريم مرطب، او عندك مية ورد بتعمليه بتكون حلوة برضو. ماسك جميل جدا جدا ومهم لبشرتك، وموجود في كل بيت وسهل وبسيط. البيض موجود عندك، والليمون، نقطتين ليمون على بياض بيضة، نص ليمونة، وبتقلبي وتحطيه على بشرتك وهتلاقي نتيجة ان شاء الله. اتمنى يكون الفيديو مفيد لكم، وطبعا لو عجبكم لايك واشتراك وشير للقناة، وفعلوا الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل فيديوهاتي.